إذاعة وادي النيل من القاهرة والخرطوم. ويبقى الإبداع منارة، نبراسا للفن، ثقافة وحضارة، في كل مجال، في كل مكان، في كل زمان، مبدعون. المبدعة الرائعة جهاد نوار. برحب بيكي أستاذة جهاد في برنامج مبدعو. أهلا وسهلا بك يا أستاذ عادل، أهلا بك. اتشرفت بحضرتك النهاردة، فرصة طيبة ومبدعون، وأريد يعني أن أعرف المستمع بالمبدعة جهاد من خلال انطلاقتنا في البرنامج النهاردة. يمكن تكون انطلاقة على غير العادة بشيء من روائعها وشيء من إبداعاتها تريد أن تبدأ به هذه الحلقة، استهلالة كده من بدائع الأستاذة المبدعة الرائعة جهاد نوار. أولا طبعا أنا سعيدة جدا إننا مع حضرتك النهاردة في هذا اللقاء الجميل اللي بيعبر عن المبدعين. تسلمي. ممكن أقول هكذا: ويسألني لماذا أنت جميلة هكذا، من أين كل هذا الجمال والدلال والبهاء والشذا، لماذا أنت سحرتني وشددتني ولعيني صرت النور، ماذا إذا أغمضت عيني لا أرى دون جمالك يحتذى. قلت له: لأني منك قد خلقت، أصبحت مثلك في الجمال هكذا، ودلالي يأتي من هواك حين السؤال لما غزا، وبهائي من عينيك من شفتيك إن يمدحاني، وإذا قلت أحبك فاح من راحتي عطر حبك والشذا. يا مكسر كل المقاييس، مين زيك طب كده في باريس؟ يا مكسر كل المقاييس، مين زيك طب كده في باريس؟ قمر جديد وعمل طفرة، وانا اللي ويايا الشفرة. قمر جديد وعمل طفرة، وانا اللي ويايا الشفرة. حفرت لك مليون حفرة، وخطط مالت كل الكراريس. يا مكسر كل المقاييس، مين زيك طب كده في باريس؟ يا مكسر كل المقاييس، مين زيك طب كده في باريس؟ قمر جديد وعمل طفرة، وانا اللي ويايا الشفرة. قمر جديد وعمل طفرة، وانا اللي ويايا الشفرة. حفرت لك مليون حفرة، وخطط مالت كل الكراريس. كلمات رقيقة ونظم جميل وسيمفونية رائعة استمتعت بها أذني. البدايات الأولى